نورسين راحت لبجاد وطلبت منه: أنا كنت عايزة أطلب منك طلب يا بجاد. طبعا يا مرات أخوي، اتفضلي، أني تحت أمرك طبعا. ردت نورسين: أنا بصراحة عايزة أبعد عن أخوك شهر ولا 2، وقلت مفيش غيرك أنت اللي هتساعدني يا بجاد. أني بصراحة مش عارفة أقولك إيه. نورسين بتوسل: علشان خاطري يا بجاد، لو عايزة علاقتنا تبقى كويسة لازم تساعدني أمشي. أنا عارف مش من الذوق إني أسألك ليه، بس لينا كلام تاني مع بعض. عموما حاضر، أنا موافق أساعدك. شكرا، شكرا قوي يا بجد، بس أرجوك اوعى تقول لأي حد، مش عايزة أي حد يعرف عني أي حاجة. ما تجلكيش، مفيش أي حد هيعرف. لما الكل يكون في شغله هاخدك وأوديك المكان مفيش حد يعرف عنه أي حاجة غير باسل، وأني هقوله ما يروحش هناك. ما تجلكيش. تمام ماشي، كده اتفقنا. أنا همشي بقى علشان محدش يشوفنا ويفهم احنا بنخطط لإيه. عند بتول جت لها إشعار برسالة من رقم غريب. فتحت الرسالة واتصدمت، وكانت بتقول: لا 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 لا، ده مش حقيقي، الصور دي أكيد مفبركة، مستحيل أختي تعمل كده، مستحيل. مضمون الرسالة كان حد بيقول لها: يا هتيجي المكان اللي هقولك عليه، يا إما حياة أختك هتتدمر، وأوعي تقولي لجوزك هتندمي قوي. إمضاء فاعل خير. بتول كانت في صدمة وذهول. إزاي عرف إني متجوزة؟ إيه ده؟ إيه الغباء ده؟ ده كل البلد عارفة. هعمل إيه؟ هروح ولا لأ؟ بس لو وسيم عرف إني خرجت من غير ما أقوله مش عارفة هيعمل فيا إيه. مش مهم، المهم أختي، لازم أنقذها. وردت برسالة وقالت: فين المكان؟ رد عليها وقال: جنب الأرض الزراعية بتاعتهم، بتاعت العمدة. وبتول قالت إنها موافقة إنها تقابل الشخص المجهول. وفعلا ابتدت تتحرك بتول، وحمدت ربنا إن وسيم مش موجود، كان لسه مرجعش البيت. وابتدت تمشي واحدة واحدة وتتسحب من السرايا لغاية ما طلعت وراحت لنفس الأرض الزراعية اللي اتكتبت لها في الرسالة. وكانت بتبص يمين وشمال بكل قلق، خايفة حد يشوفها. وفجأة في واحدة ست زقتها من ظهرها، وقعت في البحيرة وفضلت تصرخ بأعلى صوت وتنادي على وسيم يمكن يسمعها. وفي الوقت ده وسيم كان على الحصان بتاعه مروح على البيت، وفعلا سمع صوت بتول. طلع يجري عليها زي المجنون، وهو مش عارف ايه اللي جابها في المكان ده في الوقت المتأخر ده. قلع الجلابية ونط البحيرة ورفعها وقدر ينقذها وحضنها وقال: بتول اهدي، أني جنبك، ما تعيطيش، خلاص خلاص اهدي. وسيم، الحقني يا وسيم، أنا كنت هغرق، كنت هموت. وفضلت تعيط. قربها ليه وحضنها أكتر: لا مش هتموتي، أني جنبك. يا بتول خوفتيني عليكي. في الوقت ده كانت واقفة سهام، وكانت شايفة كل حاجة بعينيها من بعيد، لأن هي اللي زقتها في البحيرة. وسيم بعد عن بتول ووشه احمر من الغيرة بسبب الهدوم اللي كانت لابساها، كانت مليانة مية وكانت لازقة جدا على جسمها. جاب الجلابية بتاعته ولبسها لها وقال: احمدي ربك إن مفيش حد موجود، لو كان في حد شافك كنت تقولي على نفسك يا رحمن يا رحيم. وروحوا هما الاتنين، وكل واحد فيهم أخد شاور دافي وغيروا هدومهم. طلعت بتول من الحمام. اقعدي، احنا لسه مخلصناش كلامنا. بتول اترعبت جدا. تعالي اقعدي. قعدت بتول وقالت: انا قعدت اهو. إيه اللي خرجك من ورايا يا بتول؟ قولي، ما تجلجيش. انا هقولك على كل حاجة، بس هتعمل لي حاجة؟ لا مش هعمل لك حاجة، قولي. وردت عليه وابتدت تحكي له كل حاجة عن موضوع الصور. أنا اتخضيت لما شفت الصور كلها، بس والله متفبركة، ومن خوفي على أختي خرجت علشان أشوف مين ده. أنا أسفة يا وسيم. طيب ما تعمليش كده تاني، وأنا هحاول أشوف حل في موضوع الصور ده، ما تجلجيش. قربت عليه وحضنته جامد جدا. بتول أنا بحبك قوي. وأنا كمان بحبك قوي يا وسيم، بموت فيك. عند سليمان كان قاعد في الجنينة وبيفكر في كل الكلام اللي قالته نورسين، وكان زعلان من نفسه قوي لأنه بدل ما يصلح الموقف ضربها بالقلم. هو ما ينكرش إنه اتعلق بيها وما يقدرش يبعد عنها، علشان كده قرر إنه يعتذر لها وإنه يعمل المستحيل
علشان تسامحه. أما بقى عند سهام اتصلت بأمها وقالت: أيوة يا ماما، الخطة فشلت. الزفت ده ما عملهاش حاجة، ده بالعكس كان خايف عليها. ما انت اللي موكوسة، لو كنت بتعملي زيها يا عبيطة ما كانش بصلها من الأساس. انت مش طالعة لأمك. طيب أعمل ايه أنا بقى دلوقتي؟ هتصرف ازاي؟ أنا مش عارفة أعمل ايه، ده بيضيع من إيدي. انت لسه بتسألي يا أختي؟ خشي على الخطة اللي بعديها. ما قدرتيش تدمري حياة وسيم، يبقى تدمري حياة اللي بعده. قصدك. ايوه يا اختي، قصدي الصور اللي بجد. فهمتي؟ سهام بضحكة شريرة. وبكده العيلة كلها هتتفكك وهنستولى على كل الأملاك ونبقى خرجنا من الموضوع بلا خساير. وبعد وقت الجميع سمعوا صوت زعيق جامد جدا، والحاج رضوان ضرب باسل بالقلم وكان ماسك صور وبيزعق له جدا. طب اعمل ايه يا ابوي؟ ماني ما كنتش اعرف ان حد ممكن يصورنا. اني اسف بعد ايه؟ عارف انك كنت مش في وعيك، بس الناس هتعرف منين انك كنت مغيب؟ وبعدين البنت ايه ذنبها في الفضيحة دي؟ ايه ده يا ابوي؟ خلينا نتكلم بهدوء، كل مشكلة ولها حل. رضوان ادى وسيم الصور. خد شوف اخوك، واداله الصور اللي كانت متصورة وقت لما كان باسل حاضن منيسة، وفي اليوم اللي كان باسل بيحاول يعتدي على منيسة. لولا ستر ربنا واني جيت في الوقت المناسب كان عمل عملته الحيوان دي. اذا بها البت الغلبانة المسكينة انها تنفضح بالشكل ده. الصور دي اتوزعت في البلد كلاتها، بس دي في رسالة ورا الصور، شكلها كده رسالة تهديد واضحة. ايوه طبعا، مكتوب هفضحكم وهدمركم. شاهد ابن العمدة المحترم في أحضان واحدة لا تمثله بأي صلة. حلوة صح؟ البلد كلها هتتكلم عليكم وانت هتشيل ذنب المسكينة طول عمرك. في نفس الوقت كانت منيسة وصلت لها الصور وفضلت تعيط، ما كانتش عارفة تعمل أي حاجة. سمعتها خلاص اتدمرت وسط البلد كلها، وما كانش بإيديها حاجة غير إنها ترفع إيديها للسما وتقول يا رب يا رب. أعمل إيه؟ أنا سمعتي دلوقتي بقت في الأرض، أنا حياتي خلاص اتدمرت. وبعدين لقيت الباب بيخبط، وأول ما فتحت الباب لقيت باسل والحاج رضوان. اتعصبت جدا أول ما شافتهم ورفعت إيديها وضربته بالقلم بكل غضب. باسل اتعصب جدا وكان لسه هيمد إيده بس رجع لعقله. انت اتجننتي؟ مش عارفة أصلا انت بتتكلمي مع مين؟ معقول أنا ابن العمدة واحدة زيك تمد يدها عليه؟ أيوة أنا عارفة انت مين. انت واحد حيوان وحقير، وده حقي ولا ايه يا حضرة العمدة؟ انت لو عندك بنت ترضى يحصل فيها كل اللي حصل من ابنك ده؟ فضحني في البلد كلها. حقك يا بنتي تعملي اكتر من كده كمان، بس امسحيها فيا المرة دي وخليه يدخل علشان نتكلم بهدوء. قالت ببرود طيب اتفضلوا ادخلوا. وفعلا دخلتهم جوه. منيسة جابت الصور وحدفتها في وش باسل. ايه رأيك؟ انا بسببك خلاص هتفضح. اسأل عني وعن سمعتي، عمرك ما هتلاقي واحدة زيي ولا في اخلاقي في الزمن ده. بنت الشيخ محمد الله يرحمه حد يقدر يجيب في سيرتها؟ ما احنا علشان كده جايين في الموضوع ده يا بنتي. أنا لازم أجوزك باسل علشان سمعتك، وبعد كده انت ليكي حرية الرأي، تتطلقي أو تكملي. موافقة علشان سمعتي مش أكتر، وطبعا هتطلق. مستحيل أكمل حياتي مع واحد زي ده. تمام يا بنتي، هنجي بكرة الصبح مع المأذون علشان تتجوزوا انتوا الاتنين. حاضر. وأنا هكلم أمي علشان أفهمها كل حاجة لأنها تعبانة، ولو سمعت موضوع زي ده ممكن يجرى لها حاجة. أنا هخبي عليها وكأنه عريس جاي يتقدم. باسل باحترام: هو أني ممكن أدخل أسلم عليها؟ تسلم عليها؟ عموما هي نايمة، أني هيجي بس وهي نايمة أسلم عليها وأبوس راسها وأمشي على طول. حاضر اتفضل. وفعلا دخل معاها ولقاها صاحية. السلام عليكم، ازيك يا أمي؟ أنا باسل ابن العمدة وحبيت أجي علشان أسلم عليكي وتدعي لي دعوتين. ربنا يوفقك ويسعدك يا ابني ويرزقك ببنت الحلال اللي تطيب قلبك. منيسة كانت مذهولة بس معلقتش. وبعد وقت مشيوا بجاد ونورسين، استغلوا ان الكل مشغول
في حوار باسل أخدها وراح على طول على بيت المزرعة واداها المفتاح. بصي بقى، المفتاح معاك اهو، اقفل على نفسك، ولو احتاجتي أي حاجة اتصلي بيا هكون عندك. ونروح لسليمان. كان عمال يدور في كل حتة في السرايا على نورسين، ما كانش لاقيها تماما. دور عليها في الحمام وفضل يخبط مفيش رد، لغاية ما فتح باب الدولاب لقى كل هدومها ملمومة مش موجودة. فقال بصوت عالي: نورسين! فضل يعلي صوته وينادي عليها في كل مكان ويدور عليها زي الطفلة الصغيرة، لدرجة إنه نزل تحت في السرايا وكان عمال ينادي بصوت عالي قوي علشان تقدر تسمعه وتنزل. أنا عارف إنك هنا، انزلي. أما بجد شاف أخوه في حالة صعبة جدا وكان مصدوم من اللي بيحصل له. بقول لك يا بجد، أنت ما شفتش نورسين؟ رد عليه بتوتر. أنا لا. مسك الكوباية وكسرها في الأرض. يعني مشيت ومشيت اللي في مزاجها. جاد نزل وراح عند سليمان وكان بيحاول يهديه. جاد قال له: اهدى بس كده وقول لي في ايه، انت متخانق مع نورسين؟ اهدى يا ابني، مش كده. بجاد بلع ريقه بخوف، ما كانش عارف يتصرف ازاي. ونزل وسيم: خير يا سليمان، صوتك عالي ليه؟ ابوك هنا، ما يصحش نعلي صوتنا وهو موجود. هددتني انها هتسيبني وهتمشي، واني ما اديتش لكلامها اي اهتمام، واني دلوقتي مش لاقيها. ومسح على وشه بغضب. كان سامعهم باسل وقال له: طيب ما تحاول كده ترن عليها. رن عليها كذا مرة وفجأة بيرن تاني لقى موبايلها مقفول. اتعصب جدا وحدف الموبايل في الأرض وسابهم ومشي، وكان هيتجنن. أما بجد كان واقف وصعبان عليه أخوه، وطلع للبنات لقاهم منهارين من العياط. اضطر إن يقول لهم على كل حاجة، وقال لهم على الحقيقة، وإن نورسين في أمان، وإن هي اللي طلبت منه تروح بيت المزرعة، وده يكون خال منيسة الحاج محمد. أهلا وسهلا، اتفضل يا حاج رضوان، حضرة العمدة بجلالة قدره عندنا. وبعد كتب الكتاب: ألف مبروك يا ولدي، انت دلوقتي بقيت واحد من العيلة، ربنا يتمم على خير. هو أني ما اقدرش أشوف مراتي؟ اتفضل يا ولدي خش لها. وراح جاب الورد ودخل لمنيسة. لما لمحها في المطبخ أول ما شافته بالورد استغربت جدا. قال لها باستفزاز: ألف مبروك يا حرم المصون، بس تعرفي الأسود حلو عليكي، هيليق مع الورد صح؟ قرب عليها وشدها لحضنه وزنقها على الحيطة. اوعي تفتكري اني هسكت على الألم اللي اديتهوني، مش باسل الجبال اللي يسكت على حاجة زي دي. ابعد عني، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، ممكن حد يدخل يشوفنا يقول علينا ايه. يقول زي ما يقول، انت مرتي حلالي، وبعدين عايزك تجهزي علشان نودي امك بكرة للمستشفى. شكرا، مش محتاجة حاجة من حد. لا، ما هو مش ليكي، ما هو لأمي اللي هي أمك. أنا مش عامل حاجة عشانك انتي. زقته جامد فبعد عنها. قلت بعد عني، إياك تقرب مني بالشكل ده تاني حتى لو بقيت مراتك. قلتلك ده مش ليكي، ده لأمي يا ملبن قلبي. ابتسمت من كلمته بس خفتها بسرعة، وباسل سابها وراح خرج قعد مع الرجالة. بجد كان باصص في الفون وكان وشه محمر جدا ومتعصب من اللي شافه. فضل يزعق في ماريا: قومي، هتفضلي نايمة كده؟ قومي يا زفتنتي، نايمة ليل 24 ساعة، قومي دلوقتي. قامت اتخضت بسرعة. في ايه؟ هو في ايه يا بجد؟ هو في حاجة حصلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قولي في ايه؟ اداها الموبايل وشافت الصور، وأول ما شافتها كانت مصدومة وفي ذهول تام. قالت له بخوف: بجد دي مش أنا، والله العظيم ما أنا يا بجد. اسمعني، اسمع بس، أنا هفهمك كل حاجة، والله دي مش أنا. أسمع إيه؟ أنا شفت بعيني، انتي بتكذبي عيني إياك. لا والله ما أنا يا بجد، أرجوك سيبني بجد، سيبني يا بجد. وابتدى صوتها يروح لغاية ما أغمى عليها. جري عليها بلهفة: ماريا، قومي يا ماريا عشان خاطري، أرجوكي. شالها بسرعة جدا بعد ما لبسها هدومها وجريوا بسرعة جدا على المستشفى، وكان هيتجنن عليها. ونروح لسليمان. كان ماشي في الشوارع زي المجنون على حب حياته اللي ضاعت منه، ضيعها بإيديه الاتنين من غير ما يحس. كان بيدور عليها في كل مكان يمكن يلاقيها، وكان بيتخيل إن بنات كتير ماشية في الشارع، يتخيل إن هي نورسين
ولما يقرب منهم يلاقيها مش هي. أما بجد الدكتورة قالت له إن ماريا حامل. اتصدم صدمة شقت قلبه نصين. أنا عاوز أرجع بيت أهلي لغاية ما نشوف هنعمل إيه في موضوع الحمل والصور كمان، لو سمحت. لا، مش هتروحي أي مكان، بيتك هو بيت جوزك. وخدها ورجعوا على القصر اللي كان مقلوب بسبب خناقة كبيرة جدا بين بتول وسهام. وكمان بتول نزلت بالقلم على وش سهام. اتجمعوا الكل. هي السبب في كل اللي بيحصل في البيت ده، مفهماك انك مش بتخلف، وكانت بتحط لك برشام علشان ما تخلفش. وفبركة الصور لاختي كانت عايزة تعمل بينا مشكلة كبيرة لما خرجت من وراك بسبب الصور، وهي اللي صورت الصور دي لباسل لما كان مش في وعيه. وكمان أصحابك دول يا باسل هي اللي بعتهم ومديهم فلوس علشان يخلوك مدمن. وفجأة قربت منها الحاجة بخيتة وضربتها على وشها بالقلم. اخرسي، إياكي تكذبي وتقولي أي كلام على سهام بطال. سهام معانا هنه من زمان، وأنا بثق فيها أكتر من نفسي. انت واحدة كذابة وحقيرة ومستحيل أصدقك أبدا. أنا عارفة إنكم مش مصدقيني صح؟ طيب أنا هثبت لكم دلوقتي حالا قد إيه هي حقيرة. وفجأة شغلت لهم تسجيل بصوت سهام وهي بتكلم والدتها وبتتفق معاها على كل حاجة. سمعوا كل حاجة وصدقوا بتول. أما وسيم رمى عليها يمين الطلاق. انت طالق طالق طالق، وإياك تجي هنا تاني ولا شوف خلقتك في أي مكان. وعدى شهرين وبرضو سليمان كان هيتجنن على نورسين، ومع الأسف مش عارف طريقها فين. وبخيتة بقت بتحب بتول واخواتها كمان قوي، وبالذات لما عرفت ان ماريا حامل. ومنيسة كمان بقت بتحب باسل قوي، ومامتها بقت كويسة وخفت. وماريا سامحت بجد، وكمان بيان سامحت جاد، وكل كانوا مبسوطين وفرحانين، لكن كان ناقصهم بتول. سليمان قرر انه يروح يقعد في بيت المزرعة. فجأة لقاها واقفة في الشباك. أول ما شافها كان حاسس انه بيتخيل وبيتهيأله. طلع يجري زي المجنون وضرب الباب برجله كسره نصين ودخل جوه. وأول ما دخل لقاها فعلا نورسين، وبطنها ابتدت تكبر شوية، بان عليها شهرين الحمل. كان هيتجنن أول ما شافها وخدها في حضنه. وحشتيني وحشتيني جوي يا نورسين. أنا آسف يا روح قلبي. وبعدين حط إيده على بطنها. اوعي يا نورسين، اوعي تكوني نزلتي ولدنا. اوعي تكوني عملتي كده. هو الحاجة الحلوة الوحيدة اللي هتجمع بينا. لا، وانا اقدر اعمل كده برضو يا ابو يونس. وفضلوا يضحكوا هما الاتنين لانه كان وحشها جدا. شالها بين ايده الاتنين وفضل يلف بيها زي المجنون. هما الاتنين حسوا ان روحهم ابتدت ترجع لهم تاني. أنا آسف، أوعدك إن مستحيل تتكرر وإني أمد يدي عليكي تاني. بحبك جوي يا نورسين. أرجوك ما تزعليش مني. بصراحة كنت زعلانة وكنت مش طايقة أشوفك، بس لما شفتك قلبي حس إنه بيتحرك من مكانه. بعشقك يا سليمان. وبعد كذا سنة بيصادف نفس ميعاد الحمل ونفس ميعاد الولادة للأربع بنات الإخوات، والجميع كانوا واقفين وولادهم حواليهم وكانوا فرحانين بالمولودين الجداد. وعيلتهم كبرت كمان وكمان، والسرايا بقت كلها أطفال وفرحة وسعادة. ولحد هنا تكون نهاية رؤيتنا السعيدة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش اعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل، وانتظروني في روايات مشوقة جدا الفترة الجاية. هتعجبكم قوي. أجمل الروايات الصعيدية عند إيمان وبس. وكل اللي حابب يشوف الرواية دي كاملة على بعض هتنزل بكرة إن شاء الله على قناة روايات إيمان. انتظروني. واللي لسه مش عامل سبسكرايب مستني إيه؟ اعمل سبسكرايب بسرعة وفعل زر الجرس على كلمة الكل علشان أول ما ننزل رواية تكون أنت أول المشاهدين. ألقاكم في رواية جديدة يا أجمل إخوات في الدنيا. مع السلامة.